عندك لحمة مسلوقة باقية والولاد مش عاوزين ياكلوها؟ طيب تعالي بقى نعمل منها احلى واطعم سندوتشات شاورما. هعملها معاكي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والولاد هيعشقوها وهيدمنوها وهيطلبوها منك على طول. يلا نسمي الله ونبدأ واقولك هعملها ازاي. في طاسة على نار عالية هحط فيها معلقتين زيت، وكان عندي 3 قطع لحمة مسلوقة قطعتهم بالشكل ده. اول ما الزيت سخن نزلت باللحمة وهشوحها شوية. بعد ما تتشوح ههدي النار عشان ما تتحرقش منه. بعد كده هضيف رشة من الفلفل الاسود، وربع معلقة صغيرة توم باودر، وبصل باودر، وكزبرة ناشفة، وبهارات لحمة. هديها تقليبة بقى واضيف لها باقي المكونات. وعندي هنا بصلة كنت مقطعاها جوانح بالشكل ده، هاخد منها نصها والباقي هشيله عشان هحتاجه للسلطة. هقلب فيها بقى لحد ما البصلة تدبل شوية، وبعدين هنزل بمعلقة صغيرة من الصويا صوص ورشة بسيطة خالص من الملح عشان البصل. كده خلاص الشاورما بقت جاهزة معايا. هطفي النار بقى واضيف لها معلقة صغيرة من الخل وشوية من البقدونس. انا كنت مقطعة هنا شوية، اخدت منهم شوية صغيرين والباقي برضو هسيبه عشان السلطة. بالنسبة للسلطة بقى، انا هنا كنت مقطعة طماطمية وشايلة القلب منها، وكان باقي شوية بقدونس وشوية بصل. ضفت لهم رشة سماق وملح ومعلقة زيت زيتون، وبس كده هقلبهم، وبكده تكون السلطة جاهزة. نيجي بقى للسندوتش الخطير بتاعنا. انا جبت هنا عيش فينو وحطيت فيه شاورما، وبعد كده هحط سلطة، واخر حاجة هحطها بقى الطحينة. بجد يا جماعة عاوزة اقول لكم ان السندوتش كان خطير وطعمه يجنن، ويكفي انك عاملاه في البيت وضامنة نظافته وبتكاليف بسيطة خالص. وعاوزة اقول لكم كمان ان السلطة دي والطحينة بيودوا السندوتش في حتة تانية خالص. وكنت عملته كمان في عيش شامي وكان طعمه روعة. شايفين يا جماعة الجمال؟ بجد كان طعمه حلو قوي. لو جربتوه بقى وعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.